بالمقص لا، وحد لبس لا شبشب، لا مؤاخذة أنا. لا احنا عندنا ناس مثقفة هنا برضه. الحقيقة انه الطلبة اللي موجودين معانا دول طلبة كلية الصيدلة جامعة المستقبل. الطلبة دول اللي نازلين كمان معانا في المبادرة دي، بيساعدوا في عمل التوعية، بيتكلموا مع الناس، وفي منهم حتى طلبة كمان ساكنين هنا او في مناطق قريبة من هنا. خلونا بس نتعرف على اساميكم واحد واحد بسرعة. منا، سانجي، ولاء، كريم، سارة، منار، عمر. يا اهلا وسهلا بيكم. ليه نازلين النهارده وتفتكروا ممكن نعمل ايه علشان نوصل للناس التوعيه بايه هو فيروس سي، وايه الطرق لنقل العدوى، وازاي باذن الله نتجنبها؟ المفروض ان احنا على الاقل يعني بنحاول ان احنا ننزل لمستوى تفكير الناس شويه، بنوصل لهم المعلومه بابسط طريقه ممكن هم يفهموها. بسطي الكلام يعني عشان توصل يعني ما بنستخدمش الانجليش شويه، يعني بنحاول ان احنا ننزل لمستوى كلامهم وتفكيرهم ونبسط لهم المعلومه على قد ما نقدر بابسط شكل ممكن. احنا بنحاول نفهم الناس يعني ايه المرض، وازاي يعالجوه، وازاي يتفادوه اصلا، وازاي يعني حتى لو حد عنده المرض ما يتخضش منه عشان يعرف يعالج نفسه، وايه هي الحاجات اللي ممكن يعملوها عشان يتجنبوا المرض ده. ان احنا كل ما بننشر التوعيه كل ما ده هيقلل من انتشار المرض، وان يكون في وعي اكتر من كده يعني. التوعية هي خير الوقاية من أي مرض، فاحنا بنحاول نوصل المعلومات للناس الصح، لأن احنا لما طلعنا بيوت لقينا إن في ناس ما تعرفش حاجة عن المرض ولا عن بينتقل ازاي ولا أي حاجة، وحتى المعلومات دي بتبقى بدقيقة جدا لازم الكل يبقى عارفها. فاحنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر ان احنا نوصل المعلومات دي، بنحلل عن فيروس سي، لو بنلاقي حد انه عنده مثلا مشكلة او حاجة بنبلغه، وكمان بنبعته للجهات المسؤولة اللي نقدر نتواصل معاهم. بنحاول نبسط المعلومه للناس، ان هم يعني مش زي كلام التلفزيون اللي بيجي مثلا واحد يطلع دكتور او كده يقعد يتكلم كلام وهم مش فاهمينه، فاحنا بنيجي بقى نبسط لهم المعلومه ازاي، ايه المفروض يعملوه، وايه الاحتياطات اللازمه اللي يعملوها لو الواحد لا قدر الله جاله فيروس سي، من غير حتى يعني ما يروح لدكتور ويتابع معاه، لا يعني مع نفسه كده يكون عنده وعي وادراك كافي ان هو يتعالج اول باول. بنعمل توعية للناس، الناس أبسط من البساطة، إن إحنا بنحاول نبسط الكلام، المعلومة بسيطة، بتسأل أسئلة ممكن تكون بسيطة جدا بالنسبة لنا، بس هم بالنسبة لهم دي معلومة جدا. بنعمل توعية عن فيروس سي، بنقيس سكر وضغط كله فور فري. بنحاول إن إحنا هتنزل قافلة طبية الجمعة الجاية كمان اللي هو كشف وكده، فدي يعني أكيد بنحاول نساعد على قد ما نقدر. بنحاول نبسط المعلومة على قد ما نقدر ونوصل لهم مهما كان، وبنقول لهم مثلا عن طريق ان احنا نستخدم الادوات اليوميه اللي هي بتاعتهم، بنقول لهم ازاي نتجنب العدوى عن طريق انتقال الادوات مطرح ما بيستخدموها مطرح بعض. بس وبنقول لهم ان في تحاليل، جايبين القافله عند مسجد، وبنقول لهم ان يعني في قافله طبيه هتيجي يوم الجمعه، لو انتوا تقدروا تروحوا تساهموا علشان ديت خاطر صحتكم، علشان ديت المفروض انكم انتوا تهتموا بيها. انا بشكركم جدا وسعيده بمجهودكم حقيقي، معاكم برضو وانتوا بتكملوا الجوله. يلا بينا. الحقيقه انه كان يهمنا قوي واحنا موجودين هنا ان احنا نشوف الحلاق اللي احنا عارفين انه ممكن يبقى مصدر لكتير قوي من العدوى من ناس لناس تانية، لو الحلاق نفسه مش واعي وفاهم وعنده ضمير. خلينا ندخل كده نتكلم وندردش معاه ونشوف الحلاقين بصفة عامة كده يعني فاهمين ايه هو فيروس سي، طرق نقل العدوى، الدم، الموس لازم يستخدم مرة واحدة ويترمي بعدها ولا لا. تعالوا نشوف مع بعض. اتعرف بيك؟ انا حسام عبد الوهاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب انت بقالك قد ايه فاتح محل الحلاقة؟ انا بقالي 3 سنين. بصراحة كده انت تعرف ايه عن فيروس سي ده اولا؟ اعرف انه مرض خطير طبعا، بيتنقل عن مشتقات الدم، ولو قال حد ولا حاجه بيتنقل منه، او لو عند دكتور الاسنان نفس النظام. والاعلام عامه مركز على الحلاق والطب الاسنان عامه، عشان دول اكتر حاجتين بيحصل فيهم نقل مع الناس يعني. طيب شباب عايزين تسالوه ايه؟ عايزين تقولوا له ايه او تسالوه ايه؟ يعني مثلا
ايه اللي هي الحاجات المشاكل اللي بتعاني منها لما يكون في ناس جايين يحلقوا عند حضرتك او كده؟ لو في ناس جايين يحلقوا عند حضرتك بتقول لهم ايه مثلا اللي يغيروا الموس او كده؟ لو حد يحلق في البيت يعمل ايه؟ حضرتك بيجي لما مؤاخذه في ناس بتيجي معاه شفرطه، وفي ناس بتيجي بعده كامله، وفي ناس بتيجي لما مؤاخذه بتعين شفرطه هنا. احنا عارفينه في المستوى اللي هو عالي شويه بالنسبه للمكان اللي حضرتك فيه ده، متوفر ان هو واحد يجي معاه في هنا برضك ناس مستويات برضك، بس يعني على قدها عايشه. في بقى الناس الغلابه، انا قصدي حضرتك، انا فاهم قصدك. في ناس الغلابه اللي هنا انا بتدور عليا، انا بعمل ايه مع كل زبون ما بيجي يحلق؟ بخرج الموس قدامه، حتى بحطه في العلبه لوحده عشان ما يجرحش طبعا حد، وبغسله المغزى بصابون، وارجع احطه في القلب بتاعه واطهره بالكولونيا اللي هو السبيرتو اللي ورا حضرتك. طب يعني احنا بنتكلم هنا انه الموس الواحد حتى لو اتغسل بالصابون بس برضه يستخدم من حد لحد. كده هو لا انت دلوقتي الشفره نفسها بتتغير، تتغسل، والموس جديد نوفي اللي هو موس جديد صاص. وانا بس عايزه اسال حضرتك سؤال، هو دلوقتي لما حضرتك مثلا بتشوف في مكان الحلاقه او كده في نزيف او دم، بتتعامل معاه ازاي؟ في الشبه. الشبه دي اللي هي حاجه بيضه كده صغيره، وريها لنا كده، وريها لنا اتفضل، ما تمسكيهاش. طيب بص، انا عايزه اقول لك على حاجه ومن غير زعل. لا حطها لنا للكاميرا كده، بص من غير زعل. مبدئيا حطها لنا للكاميرا، لا لو سمحت. ايوه ثواني بس، ثواني بالراحه عليا، لا حطها للكاميرا، اعملها كده. ايوه مبدئيا دي اصلا حاجات مش نظيفه. بمعنى ايه؟ بمعنى انه واضح ان في حد متعور هنا وراح حاطط حضرتك دي لو عملتيها ايه، ده الترسيب بتاعها من الميه، ترسيب اهي، ده الترسيب بتاع الشاب. يعني انت لو حد اتعور بتقفل له الدم بالشبه ويطهرها له بالبتاع وبمنديل جديد ونضيف، كل حاجه لوحدها. طيب انا بشكرك جدا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا حضرتك. شكرا عم سعيد. واحنا بنصور وعمالين في يعني بنشتغل في الحمله، جالنا اكتر من مره واحنا بنسجل وقال لنا انا عايز اتكلم عن ايه يا عم سعيد؟ عن فيروس سي؟ لا انا عايز اتكلم عن ميه المجاري. يا عم سعيد ازاي؟ اهلا وسهلا استاذ. عايز تقول ايه؟ الميكروفون معاك. انا عايز اتكلم بس الميه اللي حضرتك شايفاها ديت، ويا ريت الكاميرا تركز عليها، دي ميه حلوه نظيفه، دي احنا بنشرب منها. ازاي دي ميه حلوه نظيفه؟ ازاي ميه نظيفه؟ وكلمنا الشركه اكتر من مره عشان تيجي تصلحها، مفيش حد بيسال فينا. اقسم لك بالله دي ميه نظيفه اللي انت شايفاها دي اللي بنشرب منها. يعني ايه ميه نظيفه؟ قصدك يعني انت بتتريق؟ ميه ماسوره ميه نظيفه، دي مخلطه على دي ماسوره ميه نظيفه مكسوره، وفي صرف صحه اهو، دي مخلطه على دي. كلمتوا الشركه اكتر من مره؟ قالوا لكم ايه؟ اللودر عطلان، مفيش حد يبحث. شركه ايه؟ شركه الميه. ايوه تبع ايه؟ تبع عين الصيره. شركه المياه تبع عين الصيره. كلمناهم اكتر من مره. عايزه اسال سؤال لكل مسؤول دلوقتي بيسمعنا وبيتفرج علينا بيشتغل في شركه المياه التابعه لعين الصيره. لو حضرتك ترضاها على اهل بيتك انك تشربهم ميه بالمنظر ده، فيعني احنا متشكرين ومش عايزين منك حاجه. لكن الحقيقه لما الاهالي هنا يكلموكوا مره واتنين وكل مره تقولوا لهم حجه عشان ما تطلعوش وتيجوا وتشوفوا شغلكوا، مفيش حاجه تتقال الحقيقه. ولا في دي برضه هنطلب من السيد الرئيس ان هو يتدخل؟ حتى ميه الشرب اللي البني ادمين بتشربها برضه هنقول يا ريس الحقنا، المجاري ضربه والعيال والاطفال والستات والرجاله بيشربوا ميه مجاري. في دي كمان نتقي ربنا والنبي شويه. السلام عليكم. وشيشه كمان؟ ايوه. ازيك يا حاج؟ ده ايه ده؟ بتشرب بتشيش جوه المحل؟ هنعمل ايه بس؟ لما بيجي لك حد يحلق بتعمل ايه في الموس؟ بتعمل ايه في الشفره؟ بتغير الشفره بقى؟ بتغير الموس بس والشفره لا، ولا بتعمل ايه؟ ادي الموس واخد بالك اهوت، بشيل القديم برميه كده واروح جاي غسله كويس كده، واخده بالك، وبعدين امسح بمنديل كده، وبعدين ارش عليه كلونيا بطهره، وبعدين بغير الموسى. ادي حضرتك. بعدين تغير الموس. يعني الموس نفسه بيتغير. الشفره بقى؟ الشفره ما بتتطهر، هو الموس ده حضرتك. بس هقول لك حاجه صغيره، هشرح لك بس حاجه صغيره.
الموز انا شايفه اهو ان فعلا في موز جديده هنا، وانت ايه يعني زي الفل. الشفره كمان لو حد اتجرح وفيها دم، موضوع الكولونيا والميه ده مش كفايه عشان يطهر. حضرتك لو ده من غير موس اهو، لو ده هيلمس الجلد يبقى ايه؟ هيتعور الزبون. واخده بالك؟ قول لي بقى الزباين اللي بتجيلك فاهمه الكلام ده؟ طبعا. ولا انت اللي بتوعيهم؟ لا انا بوعي اللي ما يعرفش. انا عندي المدام بتاعتي عندها فيروس سي. بقالها قد ايه وعرفتوا ازاي؟ بقالها مده، وبعدين هي كانت رايحه تعمل عمليه في العمود الفقري وخلاص، وخلصنا كل حاجه وهتعمل العمليه، فقالوا لا ده عندها فيروس مش هينفع نديها بيه. فالمهم مشيت في العلاج بقى، بس العلاج بتاعها الجديد ده لسه منزلش. سوفالدي نزل بقالها مدة والله يجي سنة وتحاليل وبتاع ألف سلام عليها، واحنا ان شاء الله باذن الله هندلك مع الحملة اللي احنا فيها، والشباب تقدر تصرف العلاج منين ان شاء الله. ماشي. وألف سلام عليها. الله يسلمك. الحقيقه انه وانا دلوقتي قاعده بتفرج على التقرير اللي حضراتكم شفتوه، بالنسبه لي انا كمواطنه شايفه حاجات كتيره قوي. شايفه اهمال، شايفه ناس يعني حقيقي بتفتقد الضمير. حسب كلام عم سعيد الراجل الطيب اللي وقفنا هناك وكان عايز يتكلم على ميه المجاري ويقول ان دي الميه اللي بنشرب منها، حسب كلامه ان هم راحوا شركه مياه الشرب اللي في عين الصيره مره واثنين وثلاثه واقسموا لهم بالله ان هم بيشربوا ميه مجاري، واخدوا وعود كتيره قوي ان الحاجات دي هتتظبط. مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش اي حاجه بتتحسن، وده شفناه بنفسنا يعني، محدش كان بيقول لنا ونقلناه بالكاميرا. شفت شباب زي الفل، شفت شباب طلبة الصيدلة جامعة القاهرة وفي منهم جامعة المستقبل نازلين عندهم ثقافة جميلة قوي. شباب بقى لا ليهم في السياسة ولا عايزين يبقى ليهم في السياسة ولا ليهم في البرلمان واللي بيحصل، سايبين كل ده على جنب وحاطين امال ان هم ياخدوا البلد دي ويطلعوا بيها على قدام. شباب بجد يفرح ويدي لك طاقة امل من وسط حاجات كتيرة قوي. شفت زي ما قلت لحضراتكم قبل التقرير وزي ما شفنا مع بعض، شفت الست المصريه الجدعه قوي اللي قلبها محروق على ولادها اللي عندهم بيجي لهم تلوث وبيجي لهم امراض الدنيا واللي فيها بسبب الميه الوحشه وبسبب ان مفيش ثقافه ومفيش توعيه والحكومه اللي بتنزل تدي اوامر ازاله عشان البيوت طبعا على جبال زي ما احنا شفنا، وفي صخر متحاط من كل ناحيه، ممكن صخره تقع تهد الدنيا واللي فيها، فبيدوا قرارات ازاله وبيمشوا الناس وبيوعدوهم بشقق بديله، ما بياخدوش اي شقق بديله. فالست دي اللي بتتكلم وبتقول بتنزلوا تعملوا قرارات ازاله وتهدوا وبترمونا في الاخر بره ما بتدوناش حاجه، على قد ما هي حزينه على قد لما افتكرت ان احنا قناه الجزيره كانت هتاكلنا باسنانها الحقيقه، ده بجد. والكلام ده كان قبل التصوير وانا تعمدت ان انا اعيد الكلمه وانا بسجل معاها، وقعدت تقول لي اوعوا تكونوا قناه الجزيره، حتى انا بهزر معاها بقول لها لو كنا قناه الجزيره، قالت لي مش هقول ولا كلمه وما عندناش مشاكل واطلعوا بره من هنا. الست دي ناخد منها دروس كتير قوي على فكره.